ليش ستيك الدجاج عندنا يصير يابس؟ راح نجاوب على هذا السؤال اليوم باول فيديو من ضمن سلسله فيديوهات ليش. راح اضيف شويه من زيت الزيتون اول شيء، راح اضيف الدجاج اللي متبل انا بملح، فلفل اسود، زيت الزيتون. وضروري لازم تكون عندنا طاوه حاره حتى الدجاج يحافظ على الجوس بداخله وما يفقد كل السوائل. اذا كانت الطاوه بارده ويطلع السوائل اللي بداخله وراح يصير عندنا الدجاج يابس. نضيف شويه زبده، نقدر نضيف له ثوم، نضيف له روزماري حتى نسوي الصوص مالته. هسه راح نشيل الدجاج، نبدا نسوي الصوص بنفس الطاوه. راح اضيف البصل، اضيف له شويه ثوم مهروس، كريمه طبخ، اضيف له مرق الدجاج. ارجع اضيف الستيك بالطاوه واخليه لمده 5 دقائق. وبهذا الشكل الستيك صار عندنا جاهز. وتذكروا دائما انه الزياده بوقت الطبخ هذا مو يعني راح يستوي زين، بالعكس راح يصير عندنا يابس وراح يفقد الجوس مالته.